غير أبيهم بكل ما يقال عنه ينكب عباس البصري المعروف بين أوساطه بعباس بن فرناس العراقي على صناعة طائرة هوليكوبتر من قطع السيارات والحديد لتحقيق حلمه بالتحليق عاليا. لنتابع. بينه وبين عباس بن فرناس أكثر من 1000 عام، لكن جمعتهما الرغبة في الطيران والتحليق عاليا. نحن نتكلم عن عباس العيداني البصري الذي يعكف على صناعة طائرة هليكوبتر. عباس باع حلي زوجته التي اشتراها لها على مدى سنين زواجهما ليصنع هيكل مروحيته الخاصة. 4 أشهر قضاها بالعمل المتواصل بمساعدة ولديه، ولا زال أمامه الكثير بعد أن أنفق كل ما يمتلك. يعني أمام تحدي كبير. بعض الناس يقولون يعني هاي شلون تصنع طائرة هليكوبتر؟ طبعا في تاريخ العراق ما حدا مصنع هليكوبتر، لأنه صنعوا طائرات بس ما صنعوا هليكوبتر. أنا أعملها بتقنية، وأنا أعملها بكل ثقة بنفسي، وأعملها بجدارة. العيداني ركب لطائرته محرك سيارة فولكس فاجن، أما أجزاؤها الأخرى فمصدرها سيارات نيسان وتويوتا، فضلا عن قطع حديد سكراب كانت متوفرة لديه وأخرى اشتراها من السوق. رغم ذلك كان التشغيل الأول ناجحا وبامتياز، لم يبقى أمامه سوى ربط الكهربائيات والإلكترونيات وكذلك تغليف جسم الطائرة. كان بنفسي أنه أخلي محرك 4 سلندر لدراجة يوماها، لكن المحرك ال4 سلندر يحتاج التبريد ماله مي. رغم هذا أنا أبتعد عن تبريد المي، ففكرت بالمحرك الألماني اللي تبريده هواء ويساعدني، لأنه دورته عكس. وهذا المحرك من بعد ما دخلت على الانترنت عن طريق الكمبيوتر، نفس المحرك مستخدمينه لبعض الطائرات الهليكوبتر الصغيرة. البصريون وبعد أن سمعوا بعباس اختلفوا في آرائهم، فمنهم من وصفه بالجنون وآخرون بالبطر. بطران أو عنده فلوس زايدة يريد يصرفها. هو هسه العراق عوش شخاط ما صانع، نبي يصنع له هليكوبتر. عباس بن فرناس البصري أبلغ قيادة عمليات البصرة بعزمه على الطيران لكي لا يلقى القبض عليه بتهمة تصنيع أسلحة غير مرخصة. بقي أن زوجة عباس لم توافق على التحليق مع زوجها في الرحلة التجريبية الأولى، معللة ذلك بأنها يكفي أن تخسر مصوغاتها لا أن تخسر حياتها أيضا. علي خلف، العربية، البصرة.